الموضوع سهل ومفيش اسهل منه. زي ما انت شايف كده، ده شكل البليه من جوه. الكور دي هي المسؤوله عن نعومه الحركه، او هي وظيفه البليه زي ما انتم عارفين، هي بتنعم الحركه يعني. طيب، البليه بقى بشكل عام مكونه من ايه؟ مكونه من الكور اللي انت شايفها دي، واطار داخلي او بيقولوا عليه ظرف داخلي، واطار خارجي او بيقولوا عليه ظرف خارجي. طيب، ايه المشكله بقى؟ او المشكله بتحصل ازاي؟ مع الاستخدام المطول للبليه بيبتدي يحصل تآكل بين الكور دي والاظرف الداخليه او الاظرف الخارجيه، فبيحصل بوش داخل البليه نفسها. بيحصل بوش داخل البليه نفسها. فممكن تبقى البليه فيها خشونه بسيطه ولكن مش عامله لك ازمه او عامله لك مشكله. طيب، المشكله بقى بتظهر فين؟ بتظهر مع الملفات. ليه بقى؟ ببساطه مع الملف بيحصل ضغط على البليه بشكل افقي وناحيه الخارج، فبيؤدي لتجمع البلي وضغطه في مكان معين، فبيؤدي لعصره، فده بيخليه طقطق زي الكوبلين بالظبط. طبعا في الفيديو الاصلي هعرفك ازاي تفرق بين طقطقه الكوبلين وطقطقه البلي عشان ما تخسرش فلوسك. هسيب لك رابط الفيديو الاصلي في اول تعليق.